لما برد التيراميسو تاعنا نقطعوه، خرج لنا ما شاء الله. جربوه وردوا لي خبر في التعليقات، قولي واش رايكم في الوصفة. إلى عجبتكم نقوم بتقطيع التيراميسو تاعنا. نوري لكم حبة كيف خرج لنا ما شاء الله. جربوا الوصفة السهرة تاع رمضان، نذوقوا شوية ما شاء الله روعة. ما نحكي لكمش، يجي عجبني انا وقيل نكمل ذي الحبة ومن بعد نزيد نكمل لكم الشرح. نبدأ الشرح على بركة الله. نحتاج 2 كيسان حليب بارد. الحليب اللي استعملته انا كونديا، من الاحسن نستعملو كونديا باسكو الحليب تاع الشكاير فيه لي موديل بزاف، كاين اللي يجي 100، كاين بزاف لي موديل، من الاحسن نستعملو كونديا. عندنا 2 كيسان كريم شونتيي، بودرة كريم شونتيي. الكاس اللي نعبرو بيه الحليب نعبرو بيه كريم شونتيي. عندنا 2 فرماج ريجيم. نحتاجو بيكسوي بودوار كيما راكم تشوفوا. نحتاج 2 علب. كاين اللي بلاصة فرماج ريجيم يدير ماسكاربو، حنا بما يكلفناش هذا تيراميسو راح نستعملو فرماج ريجيم. نديرو 2 كيسان حليب قلنا يكون بارد. 2 كيسان بودرة شونتيي. عندنا 2 كيسان حليب و 2 كيسان بودرة شونتيي. الكيسان اللي نعبرو بهم الحليب نعبرو بهم بودرة شونتيي. نطلعو كريم شونتيي تاعنا ونعاود نرجع لكم. انا اقوم بالاختصار لربح الوقت. بعد ما طلعت لنا شويه نضيفو لها فرماج ريجيم، وتقدروا كما قلنا ديروا لها ماسكاربو. بالحرا في فرماج ريجيم ماشي راح يكلفنا. عندنا 2 علب تاع فرماج ريجيم. تيراميسو عنده عدة طرق كما راكم شفتوا. الطريقة تاع اليوم سهلة وبسيطة، ما تكلفناش بزاف واقتصادية، يقدر اي واحد يديرها. درنا 2 بودرة كريم شونتيي، 2 كيسان حليب بارد. الحليب اللي استعملته انا كونديا. الكاس قلنا اللي نعبرو به بودرة كريم شونتيي نعبرو به نفسه الحليب. وعندنا 2 فرماج ريجيم، 2 علب فرماج ريجيم. دروكا نكملو نطلعو البودرة كريم شونتيي تاعنا ونعاود نرجع لكم. هاي طلعت كريم شونتيي تاعنا. انا اقوم بالاختصار كما راكم تشوفوا. بانا عارفوها طلعت كما راكم تشوفوا. راني بالمغرف نفرغ فيها تتقطع، ماهيش سائلة، لازم الشكل تاعها يصبح كما راكم تشوفوا في الفيديو. نروحوا للمرحلة الثانية. نكملوا الشرح تاعنا. كما راكم تشوفوا عندي كاس تاع حليب. كاس تاع حليب نضيفوا له 2 ملاعق كبار تاع سكر. اللي يبغي يدير ملعقة، اللي يبغي يدير 2 حسب كمية السكر اللي باغيها نتايا في التيراميسو. كيما انا درت 2 ملاعق كبار. كاين اللي ميبغيش التيراميسو يجي حلو بزاف. نحركو مليح باش السكر يذوب لنا مليح. عندنا البيكسوي تاعنا نديروه في الحليب، ما نخلوش يشمخ بزاف، يطرى شويه نرفدوه كما راكم تشوفوا الطريقه. نقوم بنفس العمليه. انا اقوم بالاختصار. بعد ما استفنا البيكسوي تاعنا، بيكسوي بغدوار، نضيفو كريم شونتيي. واللي عنده مشكل بما يخص الوصفات اللي راني نقدمها يتواصل معي على الصفحة تاعي حمد الشاف، وانا راح نجاوب ان شاء الله بربي. دوكا نضيفو الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا الشكل تاعها. الطبقة الأولى نضيفو الطبقة الثانية. بيكسوي بودوار. قم بنفس العملية. مازال معنا عدة وصفات في هذا الشهر المبارك، ان شاء الله يفوت علينا بالصحة والهنا ان شاء الله.
ان شاء الله ربي يتقبل منا. نقوم بنفس العملية. قد قمت بالاختصار. بعد ما ضفنا الطبقة الثانية تاع البيكسوي بغدوار، نضيفو كريم شونتيي الطبقة الأخيرة، نمشوها مليح. كيما راكم تشوفوا كيف اصبح الشكل تاعو، والبيسيو بالدور تاعنا راهو في الوسط. نضيفو الكاكاو كيما راكم تشوفوا، نبدوها بالصفاية اللي نصفقو بها الحليب، ونقوم بنفس العملية كيما راكم تشوفوا طريقة. نقوم بتزيين تيراميسو تاعنا بالبنان. انا حبة بناني مقطعها دي مورسو صغار، كل واحد شي يبغي يدير، كاين اللي يدير فريزة، كاين اللي يدير بنان، كل واحد باه يزينو. قبل ما ننسى اشكر جميع متتبعي القناة الاوفياء اللي راهم يدعموا في القناة، بيكم ان شاء الله راه واصل وضع الفيديوهات، راح تكون عندنا كل يوم حلقة ان شاء الله بربي مع هذا رمضان المبارك. كيما راكم تشوفوا كيف اصبح الشكل تاعو. او التيراميسو تاعنا واجد. نديروه في الثلاجة مدة 3 سوايع ونخلوه يبرد، ومن بعد نقدروا نقسمه. ما برد التيراميسو تاعنا نقطعوه، خرجنا ما شاء الله. جربوه وردوا لي خبر في التعليقات، قولي واش رايكم في الوصفة. الى عجبتكم نقوم بتقطيع التيراميسو تاعنا. نوري لكم حبة كيف خرج. خرجنا ما شاء الله. جربوا الوصفة مع السهرة تاع رمضان، نذوقوا شوية ما شاء الله روعة. ما نحكي لكمش، يجي عجبني انا باقي نكمل ذي الحبة ومن بعد نزيد نكمل لكم الشرح. الى هنا تنتهي حلقة اليوم، نلتقي في حلقة اخرى ان شاء الله ووصفة اخرى وصحة فطوركم. قلت لكم يا جماعة عجبني، هذه هي. نلتقي في حلقة اخرى ان شاء الله ووصفة اخرى. سلام.